السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا ريفيو عن عربية أول مرة تنزل السوق المصري، براند أول مرة يتقدم في السوق المصري، وهو براند في جي في. العربية اللي بتقدم معانا اللي هي في جي في يو 70 برو موديل 2024. احنا كنا من فترة قريبة قلنا لكم إنها تنزل إن شاء الله السوق المصري قريب وهتتقدم في السوق المصري قريب، وفعلا الحمد لله زي ما وعدناكم أو زي ما قلنا لكم أو زي ما نقلنا لكم الخبر فعلا حصل، والعربية اتقدمت من كام يوم. تعالوا بقى نتعرف على مواصفات العربية. طبعا أول حاجة احنا اتكلمنا قبل كده عن شركة في جي في، فاللي حابب بقى يعرف اكتر وتفاصيل اكتر عن الشركه يتفرج على الفيديو اللي احنا قلناه قبل كده او اللي احنا عملناه قبل كده، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف. اول حاجه بالنسبه لسعر العربيه، فالعربيه اتقدمت بفئه واحده بس بسعر 1,195,000 جنيه مصري، وده طبعا سعر يعتبر كويس بالنسبه للاسعار اللي احنا بنسمعها اليومين دول، خصوصا كمان لما تعرف ان نيسان صني حاليا سعرها 1,200,000 جنيه مصري، وكمان لما تعرف بعد كده ان كمان فيات تيبو سعرها 1,800,000 جنيه مصري. فالعربيه دي عربيه اس يو في 7 مقاعد، فلما يكون سعرها قريب من سعر العربيات دي فممكن ناس كتير جدا تروح لها بقى، خصوصا كمان ان العربيه تبع توكيل اي اف جي اللي هو توكيل سوق است في مصر، والتوكيل ده معروف يعني توكيل مش جديد، مش لسه بقى هيجربوا، لا هو توكيل كويس وايه وقديم وليه موثوقيه برده في السوق المصري. فيما يتعلق بالاداء والمحرك، فالعربيه هتنزل بالمحرك او نزل بالمحرك اللي اعتيادي جدا بس الموجود في معظم العربيات الصيني، موجود في جيتور. المحرك اللي هو 1500 سي سي تربو بيطلع قوه 156 حصان مع العزم الاكثر للدوران 215 نيوتن، متوصل بفتيس اوتوماتيك اعتيادي من 6 سرعات. طبعا المنظومه دي او الاداء ده معروف او متجرب في السوق المصري، فطبعا العربيه من ناحيه الاداء والمحرك ما حدش يقلق منها. الاداء ده او المحرك ده موجود في السوق المصري ومتجرب، مفيش منه مشاكل. لا تقول لي بقى فتيس سي في تي ولا تقول لي دول كلاتش ولا الكلام ده كله، هو فتيس اوتوماتيك عادي جدا يعني كويس جدا. لما نروح للنقطه اللي بعد كده وهي تصميم العربيه، فالعربيه اس يو في كبيره الحجم زي ما احنا شايفين، 7 مقاعد، بتنزل بابعاد طولها بيكون 4 متر و82 سم، والعرض بيكون متر 87 سم، طول قاعده العجلات 2 متر و80 سم، وارتفاع العربيه عن الارض او الخروج الارضي بيكون 20 سم، وبالنسبه لوزن العربيه فارغ بيكون 1565 او طن 565 كيلو جرام. طبعا بالنسبه للابعاد دي الابعاد دي كويسه جدا، بس طبعا برضو في عربيات ثانيه يعني جيتور مثلا قاعده العجلات بتاعتها 2 متر و87 سم يعني اكبر من قاعده العجلات دي، فجيتور مساحتها اكبر. لما نتكلم بقى عن التصميم الخارجي، فالعربيه هجوميه، شكلها هجومي وتحسها شبه يعني سوزوكي فرونكس كده في المقدمه بتاعتها، اللي اتفرج بقى على سوزوكي فرونكس هيحس انها شبهها من قدام. العربيه طبعا عشان خاطر هي اساسا تبع شركه شاحنات، فالعربيه تحس انها بتقدم فيها الهجوميه اكتر من الانسيابيه والشكل. الشبكه اللي قدام اللي انتم شايفينها دي شبكه كلها يعتبر تفاصيل، يعني مثلا مش شبكه سيمبل كده، لا فيها خط في النص قاسم الشبكه، وبعد كده بقى تحت كمان برده اليافطه بتاعه اليو 70 برو. السيمبل بقى في الشبكه او في الشكل اللي قدام هو الفوانيس اللي على الجنبين دي فوانيس ال اي دي، بعد كده في خطوط على الكبوت، الخطوط دي بقى مكمله في جنب العربيه بس مكمله في جنب العربيه من فوق، فطبعا برده الخطوط دي بتدي هجوميه للعربيه اكتر ما بتديها انسيابيه. التصميم برده اللي ورا مكمل معانا برده تصميم عادي جدا ما فيهوش اي شكل، لا هو تصميم عادي، مفيش حتى لايت بار في النص اللي بيبقى موجود في معظم العربيات الحديثه. كمان فيما يتعلق بالتصميم الخارجي للعربيه، فظهر العربيه هنلاقي فيه سبويلر خلفي مدمج جواه اضاءه الفرامل. الشكل ورا برده هو شكل تحس ان هو كده هجومي وشكل حاد شويه، يعني الشكل مش سيمبل لكن برده هو يعني حلو مش وحش. ده بالنسبه للتصميم. التجهيزات الخارجيه العربيه بتيجي بجنوط رياضيه 18 بوصه، المرايات بتكون الضبط فيها كهربائي ما فيهاش ضم واغلاق، فيها كيلس انتل او دخول العربيه من غير مفتاح، فيها ازاز الخلفي فاميه، فيها فتحه سقف بانوراما، فيها حساسات ركن خلفيه، فيها كاميرا خلفيه. ده بالنسبه للتجهيزات الخارجيه. بالنسبه لمنظومه الاناره والاضاءه في العربيه، فالعربيه فوانيس قدام وورا ال اي دي، فوانيس اللي قدام شكلها سيمبل كده، اللي ورا برده شكلها حلو، لكن هنا للاسف ما فيش لايت بار وده شيء غريب جدا. يعني العربيه تصميمها من ورا بالنسبه للفوانيس ومنظومه الاناره تصميمها عادي جدا، فيها فوجات خلفيه لكن ما فيهاش فوجات اماميه، بس في العموم منظومه الاناره حلوه مش وحشه. لو هنتكلم عن مساحه التخزين، فالعربيه بتيجي بشنطه، هو المساحه بتاعتها مش مكتوبه في البروشور، غير بس مكتوب انها يعني 1800 لتر، ده طبعا لما تتني بقى الصف الثاني من الكراسي والثالث، لكن مش مكتوب لو انت سبتهم زي ما هم مساحه الشنطه هتبقى قد ايه. وان كنا شايفين ان مساحه الشنطه زي معظم العربيات السيفن سيتس او ال7 مقاعد مساحه الشنطه طبعا صغيره، يعني هو بيستغنى عن مساحه الشنطه مقابل ان هو يزودوا لك صف ثالث من المقاعد. مساحه الشنطه هنا ممكن تكون 190 لتر، بس طبعا لما هتتني الكرسي اللي ورا او هتتني الكنبه الخلفيه هتوصل لحوالي 900 لتر، وما تتني الكنبه الاماميه او الكنبه اللي في الوسط هيبقى بقى المساحه معاك 1800 لتر، طبعا مساحه كبيره جدا. وطبعا زي ما انتم شايفين الارضيه الناتجه بقى عن تاني الصفوف من الكراسي بتبقى برده مساويه للارضيه بتاعه الشنطه، فطبعا ده يخليك تحمل براحتك وتحط الحاجات براحتك. برده العربيه من جوه فيها مساحات تخزين في الابواب. برده بالنسبه للمساحات، في مثلا يد بين الكرسيين اللي قدام في مساحه تخزين كويسه، في كمان كاب هولدرز كتير في العربيه، يعني في كاب هولدرز جنب المسند اللي قدام في الكسوره الوسطيه اللي قدام. بالنسبه لمساحات داخل العربيه وداخل المقصوره، فطبعا معروف ان معظم العربيات السيفن سيتس بتبقى الكنبه الخلفيه بتاعتها او الصف الثالث من الكراسي ما يشيلش غير 2 بس بالغين، طبعا ما يقدرش يشيل اكتر من كده. طبعا المساحات بتاعت الرجول بقى اللي هيقعد بقى هيبقى يعني لو هو طويل شويه زي حالتنا كده ممكن يتفعص، يعني طبعا المساحات صغيره
هتضطر بقى ساعتها انت ممكن تطلع الكنبه اللي في الوسط لقدام لو انت عايز تقعد ورا براحتك. طبعا اللي قاعد برده في الوسط مش هيبقى قاعد براحته، وهكذا. فالصح ان انت الصف التالت من الكراسي ده معمول بس عشان خاطر الاطفال. اما المساحه في الكنبه الوسطانيه كويسه جدا طبعا، المساحات برده قدام طبعا كويسه، مساحات الراس طبعا كويسه جدا ومعقوله، لان طبعا في فتحه سقف بانوراما. مساحات الرجول برده في هنا نفق فتيس يعتبر برده مش عالي، فده برده يعتبر كويس. بالنسبه للماتيريال بتاع العربيه، فالماتيريال بتاع العربيه كويس جدا يا جماعه. الابواب فيها تبطينات من الجلد كويسه جدا، التابلو اللي قدام برده متبطن جلد، شايفين بقى الفرش الجلد. وكمان فالفرش بتاع العربيه والماتيريال بتاع العربيه كويس جدا. طبعا احنا عارفين ان معظم العربيات الصيني بيبقى الفرش فيها والتجهيزات بتاعتها ما بتبقاش قد كده، او الماتيريال بتاعها ما بيبقاش قد كده، بيستغنوا بقى عن حاجه زي كده مقابل ان هم يدوك عربيه بسعر كويس ويدوك امكانيات جوه كويسه الى حد ما. بالنسبه للرفاهيات والكماليات اللي في العربيه، فهنا هنلاقي في الكونسول الامامي في فرامل كهرباء، وفي كمان عصايه فتيس مكسوره بالجلد، في فتحات تكييف، في بقى شاشه وسائط 12.3 بوصه، شاشه كويسه جدا، ابل كار بلاي بقى واندرويد اوتو، في جنبها برده شاشه عدادات 12.3 بوصه. طبعا الواجهه دي كلها او التابلو ده كويس جدا وشكله شيك جدا، الشاشه مكانها حلو جدا، احسن بقى من الاماكن اللي هي بتبقى معلقه فيها، وفي نفس الوقت شاشه العدادات برده جميله جدا وشيك. طاره مالتي مش مكسوره بالجلد، يعني الملمس بتاعها مش جلد، بس هي طاره مالتي. طبعا فتحه سقف بانوراما كبيره وواسعه، شكلها شيك جدا. بالنسبه لعوامل الامان والاستقرار في العربيه، هي يعتبر نقطه ضعف في العربيه مش قوه. يعني تخيل العربيه دي كلها فيها 2 ايرباج بس، يعني عربيه 7 مقاعد، 3 صفوف من المقاعد فيها 2 ايرباج بس، فطبعا قليلين على عربيه زي كده. بس طبعا فيها بقى انظمه الامان والسلامه اللي هي بتاعه الفرامل، اللي هي الاي بي اس والاي بي دي والاي اس سي والثبات الالكتروني وراقبه ضغط الاطارات. فيها الحاجات دي كلها. طبعا باكج حلو مش وحش، بس يعني يعتبر بالنسبه فيها كمان خلفيه، فيها حساسات ركن خلفيه، بس بالنسبه زي ما قلنا لحوار الايرباجز طبعا عندها قليل على العربيه 7 مقاعد. العربيه في العموم او في المجمل فهي عربيه شكلها حلو مش وحشه، عربيه كبيره عائليه. بالنسبه للموتور بتاعها ما حدش اشتكى قبل كده من منظومه الحركه دي، الموتور ده موجود في عربيات تانية صيني زي ما قلنا زي جيتور. العربيه بالنسبه للمنافسين بتوعها لسه بقى ايه هتبان، لان المنافسين بتوعها يا جماعه في منافسه شرسه جدا، لان على فكره العربيات السبع مقاعد في السوق كتير جدا. بتتكلم في جيتور، بتتكلم في ساويست، بتتكلم في شيري، بتتكلم في سكودا، بتتكلم في عربيات كتير جدا، في براندات كتير جدا في مصر عامله السبع مقاعد. فهل بقى دي هتخش لسه عربيه جديده هتخش بسبع مقاعد؟ احنا كنا شايفين ان هي افيد لها انها تخش الاول بعربيات سيدان، لانها لما تخش مع عربيات سيدان وتبقى اسعارها ارخص ممكن ايه يعني تخش شويه تزق، خصوصا كمان بقى لو فيها كماليات كويسه. لكن هي داخله دلوقتي وسط عربيات 7 مقاعد، العربيات السبع مقاعد اللي في السوق كتيره، وفي نفس الوقت اسعارها برضو مش مثلا مش عاليه قوي للدرجه، فهتروح بقى العربيه زي كده. بس هي عربيه في العموم زي ما قلنا هي كويسه، تبع براند كويس جدا طبعا، براند معروف من زمان في مجال العربيات. الماتيريال بتاعها من جوه كويس جدا، مساحتها من جوه معقوله، التجهيزات الخارجيه بتاعتها كويسه، انظمه الامان والسلامه مش كويس مش للدرجه، التسعير كويس مش وحش بالنسبه للتسعير اللي احنا بنسمعه في السوق. في نهايه الفيديو بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتقول لنا رايك ايه في العربيه ورايك ايه في الريفيو، ونقابلكم ان شاء الله على فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.